السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي يا حلوين يلي في بيوتكم منورين. صلوا على النبي يا جماعة قبل ما نبدأ بقى العرس بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله يا حبايب قلبي هصور لكم ان شاء الله من داخل المطبخ بتاع الفرح بتاعنا النهارده. طبعا ليلة العرس بقى ان شاء الله الليلة دي. واللهم بارك الشيف امجد في الصمت، اللهم بارك والله مجاملة ليه. انا لو ما كانش عجبني الاكل ما كنتش هتكلم خالص، كنت اقول لكم اكل وخلاص، لكن والله حاجات جميله رائعه. حتى انا كنت مفكره ان الحلويات الجماعه هيشتروها من بره زي بقيه يعني الافراح وكده، لكن فوجئني الصراحه وانا نمت بعد الفجر، كان نفسي افضل سهرانه للصبح. فوجئت لقيته اللهم بارك عمل اللحوم وعمل الفراخ وعمل كل حاجه وجداره. وان شاء الله تعالوا معنا. بس هقول لكم حاجه بقى، تقريبا الاشعارات ما عادتش بتوصل لكم. يعني انا معايا قرابه ال 5000 مشاهد، يعني 1000 مشاهده كتير على ماما امان الشاذلي. يعني والله ربنا اللي يعلم انا بنزل واصور بالذات المناسبات اللي زي دي وفي الحر الحمد لله. فما تبخلوش علينا باللايف. واقول لكم حاجه برضك، انا بسمع يقال اما بتكتبوا اكتر من تعليق بيرفع نسبه المشاهدات. يعني انا زعلت جدا امبارح ابص الاقي المشاهدات مش جايبه 100 حتى. يعني الحمد لله حتى احس بالنجاح، احس ان انا بعمل حاجه، احس ان انا بقدم حاجه. هو ده الدليل على نجاح القناه، المشاهدات. يعني نسيبنا من موضوعات الماديات، الحمد لله ربنا كرمنا من فضله الحمد لله، بس عشان نشوف ثمره نجاح القناه بتاعتنا. واتمنى منكم تشيروا الفيديوهات دي ان شاء الله، وتعالوا معنا ان شاء الله ندخل بقى في المطبخ بتاعنا وتشرفونا. بصوا يا جماعه حبايب قلبي، ده اللي انا فوجئت بيه. طبعا احنا شفنا العجل وهو بيتذبح والاكل والمشويات اللي اتعملت ليله الحنه. تعالوا بقى يا حبايب قلبي، بردك عمل اللهم بارك مجموعه اهي كبيره بردك لا باس بها، غير مجموعه بتاعه الحن الدخله. طبعا عشان الاكل هيروح القاعات يغلف بقى بطريقه جميله. اللهم بارك. زي ما قلت لكم دي بقى اللي هي الجلاش البورمه، معمول طبعا امبارح بالليل. طلب الزبده البلدي. طبعا انتوا عارفين الارياف ما شاء الله الخير موجود كتير. الزبده البلدي والسمنه البلدي، ودي البورمه. اللهم بارك. انا شفته الصراحه بس ما سهرتش، كان نفسي اوريكم الطريقه هم بيشتغلوا يا جماعه. والله اكبر الله اكبر اهو ما شاء الله قطع. دي بردك اللي هي الصينيه ما شاء الله، وفي تحت بردك وزي ما انتم شايفين بقى الشيفات اللهم بارك. يعني ما ناموش من امبارح على قدم وساق، بقى لهم ليلتين اللهم بارك. وبسم الله ما شاء الله. هنوريكم بردك. دي بردك سمنه اهي، سمنه بلد اهي بيسيحوها. ودي تقريبا هتعمل يا شيف الرز عشان يبقى طالع سخن. لان احنا دلوقتي يا جماعه الظهر والله اكبر هم جايبين فراخ مشويه، جايبين فراخ هيشوها ما شاء الله زياده. بصوا يا جماعه العجل ما شاء الله جابوا كمان فراخ مشويه هي كانت محطوطه عندهم في الثلاجه، وبيجهزوا بقى هو الحاجات والحلل. حبيبه قلبي وبسم الله ما شاء الله. طبعا احنا دلوقتي الظهر واللحمه زي ما انتم شايفين كميات ما شاء الله اهو. بصوا يا حبايب قلبي، هي تقريبا بيعملها حتت كبيره كده وبعد كده بيقطعها، وزي ما انتم شايفين المروحه عشان الاكل ما يبصي، عشان احنا في الحر اللهم بارك اهو. وفي بردك كنافه. يعني ما شاء الله المطبخ مليان خير. تقريبا هو هنا بيشمع قطعه اللحمه. بصوا ما شاء الله، يعني القطعه ما شاء الله تقريبا تجي لها كيلو. بصوا بيشمعها ليه؟ عشان الحر ما تبصي. امبارح الصراحه كانت زبده اللحمه، وده طبعا بعد صلاه الظهر على دخله العصر كده هيبتدي يديها تتبيله ثانيه ويحطها في الفرن باذن الله. وزي ما انتم شايفين مساعده الشيف بردك اللهم بارك، والله تعبت جدا حبيبه قلبي. ونخرج هنا
اللهم بارك. المشويات طبعا بتبدا اهي زي امبارح برضه بقيت المشويات. ده المكرونات تقريبا هيعملوا، ده الرز البسمتي، يعني هيبقى حاجات جميله. الله ينور يا شيخ. اخو العريس بحد ذاته هو اللي بيعمل المشويات. ايه العسل ده يا شيف محمد. الشيف محمد ده بقى ما شاء الله. طبعا انتوا شفتوا بنات، الله اكبر الله اكبر. عقبال ولادك، عقبال يا رب هاله وسنه، يا رب يكرمهم. طبعا الشيفات الله ينور. والشيف محمد بتاعنا حبيب قلبي، طبعا عارفين الحله اللي هي بعيد دي خالص بيشوي ويحط فيها. طبعا لازم نجهز. ودي لحومه اهي ما شاء الله اللي فرمينها امبارح بتاعت الكفته. ودي اجواءنا بقى يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. كله بيشتغل على قدم وساق زي ما بيقولوا. اللهم بارك. واتمنى ان شاء الله تجربهم في افراحكم. الشيف امجد من الصنطه. لو حد مثلا عايز يتواصل معاه، اكيد العنوان مع اخو زوجي. اللهم بارك. شغل رائع، شغل الصراحه يشرف. وربنا يصلح لنا وحالكم ان شاء الله. نكمل لكم الفيديو لما الدنيا بقى تتلم تاني والوجبات بقى والحاجات اللي بتتظبط، انزل اصور لكم تاني. حطوا بقى اللايك، حطوا اللايك واكتبوا 20,000 تعليق عشان نرفع الفيديو. طبعا يا حبايب قلبي بقى الشباب قاعدين بره الغرفه بتاع المطبخ. قلت بقى ايه اخدكم بقى في جوله كده حبايب قلبي، اعرفكم بمكاننا بقى وعيشه اهل زوجي في الريف المصري. طبعا اللهم بارك. هنا اللهم بارك. المكان ده بيت اخته، وانا بقول لكم كل هنا كلنا قرايب في بعض. ده بيت اخته، ودي الماشيه اعزكم الله الخاصه. المكان ده باخته ام عبد العزيز، ربنا يبارك لها فيهم. واللهم بارك. هنا بردك دي حاجه اخو زوجة، اللهم بارك. ماشي خلاص يزودوا ما شاء الله بيرحبوا بيا. ودي بقى تعالوا بقى اما ناخدكم بقى. ودي بردك اللهم بارك اللي معاه خروف دي بتاعت ابو العريس. دي بقى ما شاء الله ما شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك اللهم زد وبارك. بارك لكم يا رب فيهم يا رب. اللهم بارك. ده بقى كل واحد بيبقى ايه حاجته موجوده معاه. اللهم بارك. ونيجي بقى نشوف الارض دي بتاعه اخو زوجي. كل واحد بقى انتوا عارفين هنا في البلد بتبقى الاراضي كلها مش جنب بعضها. يعني اللهم بارك اراضينا كلها في البلد في اماكن مختلفه. في ما شاء الله اللي هو ورا البيت اللهم بارك. شوفوا من بعيد اهو كل البيوت دي ما شاء الله اخوات زوجي اللهم بارك. والبيت الفلاحي ده اللهم بارك. طبعا احنا ولاد علي بالذات يتمنى ان احنا ندي هنا ويبني بيت جميل. بيحب علي عند الريف قوي قوي. واللهم بارك. شفتوا الذره. بصوا اللهم بارك. ايه رايكم؟ حطوا اللايك بقى بالله عليكم، لحسن العيال عمالين يتريقوا عليا حالا. بيقولوا لي هو انت كل يوم هو انت بتقبضي، هو انت. اقول لهم يا ولاد ده انا عندي محتوى، يعني اطلع اعمل لكم ايه؟ قالوا بس انت قبضتي؟ قلت لهم لسه. فعمالين بقى يتريقوا عليا بيقولوا لي ده انت تلاقيك قبضتي وتلاقيك بتاخدي وتلاقي. قلت لهم فبالله عليكم انا نفسي انجح يا جماعه، نفسي. انا ما بحبش الطريقه دي، بس اعمل ايه؟ عايزه امجدي بقى تظهر للولاد للاحفاد. بصوا اللهم بارك. شفتوا كوز الذره؟ ناخده نشويه. الشباب عندنا دلوقتي اهو بسم الله ما شاء الله اهو. عايزه اقطعه مش عارفه عشان ماسكه الموبايل بتاع ارض. اللهم بارك جميله. وطبعا مش هينفع بقى ان انا ادخل اكتر من كده عشان انا بخاف لحسن يطلع لي اي حاجه من الاراضي. اللهم بارك اهو. دي ارض تقريبا طلعت. في اللي طلع ولسه في اللي هو لسه بينبت صغير. يعني ما شاء الله ده تقريبا
كيزان صغيرة اهي. دي لسه صغير اهو ما شاء الله، لسه هيكبر. وما تنسوناش بقى باللايك في الجولات الجميلة بتاعت الريف المصري. وعايزة بقى تشجيع بالله عليكم، لان انا كده العيال النهاردة حسسوني بالفشل. انا بقالي، انتوا عارفين انا فاتحة القناة بقالي كذا سنة، تقريبا داخلة على 4 سنين، يعني 4 سنين ومفيش مشاهدة. ده ولا اللي ماليش يعني مش عارفة والله. العيال بيقولوا لي اطلعي، يعني تطلعي تعملي بقى هشك بشك، قلت لهم وقعدوا يتريقوا ويهزروا ويعملوا. الحمد لله الحمد لله بيكم هنزيد. وسافرتنا حبيبتنا في امريكا هي عارفه نفسها. اللهم بارك، اللي بتحط لي على طول تعليقات والله مجرد ما الفيديو بينزل ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتها، مش معايا بس، معاكم مع كل القنوات. اللهم بارك. وان شاء الله جوله سعيده. وحبايب قلبي جايين هناك هم يقولوا لي تعالي، بيفرحوا لما ببقى موجوده الصراحه. شوف مداريه وشك من الشمس. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.